البوت اللي هشرحه لحضرتك النهاردة من أقوى البوتات اللي على التليجرام، ومن الآخر مش باقي كتير على الايردروب اللي هتكون أرباحه مش قليلة. بالعكس، البوت محقق نجاح لأن صاحب البوت بكل بساطة هو إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم. ويلا بينا. يا مساء الفل على كل الناس الحلوة اللي متابعة صفحتنا المتخصصة للربح من الإنترنت وربح العملات الرقمية المشفرة. أولا كده يا شباب، تعالوا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ده يا شباب بوت إكس أمبير اللي يعتبر نسخة طبق الأصل من بوتات كتير على التليجرام زي هامستر وزي كذا بوت بيكون عبارة عن شخصية وبتضغط عليها وبتعدل. وهنا مش ضايفين ألعاب. أول حاجة هتروح على اللينك اللي هسيبه لحضرتك تحت في الوصف بتاع الفيديو هيفتح معاك بالشكل ده، عبارة عن شخصية وبتضغط عليها، ده العادي طبعا عشان تعدل. والرقم اللي بيعد من فوق ده اللي هو ال9 مليار، الرقم ده بتزوده عشان تطور وتشتري كروت عشان تزود دخلك في الساعة. حاولوا يا شباب تهتموا بدخلكم في الساعة. طبعا الكروت دي بتشتريها من الخانة اللي هي مكتوب عليها هنا تحسين، بنضغط عليها بيجيب لحضرتك كروت. طبعا هنا زي ما انت شايف تقدر ترقيها عشان دخلك في الساعة يزيد، وثانيا عشان تلفل هنا هتحتاج برضو ان دخلك في الساعة يزيد. يعني تحاول على قد ما تقدر ترقي الكروت الأقوى هنا عشان دخلك في الساعة. بتقدر تجمع عملات كتير هنا في البوت لما بتروح على خانة المهام. بيفتح ليك طبعا خانة المهام، بتلاقي تسجيل يومي هنا، كل يوم بتسجل وبيديك عملات. كل يوم بتلاقي 5 مهام هنا برضو انا حالل منهم اللي هو الفيديوهين، اللي هو انت بتروح تجيب الكود من اليوتيوب وبتضيفه وبس كده. وفي مهمة هنا بتقولك اجمع الرقم معين من الضغطات على الشاشة طبعا زي كده، يعني بتطالب منك رقم معين وبتخلصها برضو. تمام يا صاحبي. وبعد كده في اخر مهمة دي اللي انت شايفها اللي هو بيقولك حسن 5 من المهارات المختلفة. يعني بتروح على خانة تحسين وبتحاول ترقي 5 كروت بس يكونوا مختلفين. يعني انت لما هترقي 5 كروت مختلفين اهو خلصتهم، هترجع زي كده كمان كارت مثلا، هتلاقي ان المهمة كمان كارت برضو ماشي. نرجع بتضغط عليها وبيقولك استلام بس كده يا باشا. بعد ما بتخلص المهمات بتلاقي طبعا ان هنا في اول مهمة بيقولك اكمل المهام اليومية وبيديك صندوق. الصندوق ده يا صاحبي يا اما بيديك عملات او شخصيات بريميوم او سنتات من الدولار لحد 5 دولار. كل يوم بينزلوا طبعا ال5 مهام بتخلصهم وبتروح تفتح الصندوق وانت وحظك. من تحت هنا برضو هتلاقي ان في مهام مدفوعة، هتلاقي ان في كذا مهمة مدفوعة وانا منصحكش انك تعملهم. في هنا في الخانة بتاعة المدينة، هنروح على الخانة بتاعة المدينة، في شوية حاجات هنا هتعرفها، بس اهم حاجة هنا هي الاستثمارات. اهم حاجة هي الاستثمارات هندخل عليها. طبعا هنا يا صاحبي هتلاقيه طالب منك 3 كروت تستثمر فيهم كل يوم علشان تاخد منهم عملات. طبعا استثمارات ناجحة لازم تعملها كل يوم، ودي طبعا مش هتجيبها بالحظ كده. فانت لو جيت نورتنا في قناة التليجرام هتلاقي حلول ال3 استثمارات الموجودين في البوت. هسيب لك اللينك بتاع قناة التليجرام تحت في الديسكريبشن. هتقولي ازاي طيب اعمل استثمار؟ هنروح على القناة ونجيب كارت. طبعا زي ما انت شايف دي قناة التليجرام، هتدور على الكارت يا صاحبي اهو الكومبو بتاع اكس امبير. طبعا انا اخترت العربية، هتختار اللي هو البرج التاني وفي بعد كده الحصان. هنرجع طبعا يا صاحبي على الاستثمار وهنجيب البرج اللي هو العقارات في نيجيريا. تمام. بيقولك اختار مبلغ الاستثمار، طبعا هتجيب دي لحد الاخر عشان الربح يزيد، وهتدوس على كلمة سأكون محظوظا وبتكسب بس كده يا صاحبي. خلصنا دي، هتيجي عند الحصان برضو وهتدوس عليها وهتجيبها لحد الاخر وهتدوس كده سأكون محظوظا وهو برضو كسبت. تمام يا باشا تمام. طبعا دلوقتي انا عاوز اوري حضرتك حاجة.
لما بتيجي تفتح البوت، انت هتشوفها انت اول ما تسجل. لما هتيجي تفتح البوت هتلاقاه هيطلق صورة في الباك جراوند ملك عد تنازلي. هنعمل كده ريلود. بص اهو 6 ايام، باقي 6 ايام على انتهاء التعدين في البوت. وبكده احنا عرفنا انه مش قدامنا كتير عشان نجمع عملات داخل البوت. الاير دروب يا صاحبي اللي هو الكلمة دي لو ضغطنا عليها طبعا هتلاقيه طالب منك ربط محفظة التون كيبر او محفظة التليجرام، وطالب منك هنا معاملة تون. المعاملة التون دي قيمتها نص تون عمولة طبعا على الاير دروب اللي هينزله لحضرتك، ودي حرية شخصية. يعني انا ما بنصحش الناس ان هي تدفع للبوتات التليجرام، عشان لا قدر الله لو البوت جه نصب او جه ما اداش الناس مثلا فلوسهم، ما يقولوش مثلا ان انا السبب. لا، انا دي حاجة، دي حرية شخصية، تدفع او ما تدفعش. لو جينا نزلنا لتحت كده حضرتك هتلاقي كاتب لك ايه بقى. بص الكلام ده هو كاتبه لك: الاير دروب هو توزيع التوكنات على محافظ اللاعبين. سيتم تداول هذه التوكنات في البورصات الرئيسية، ويمكنك اما بيعها او الاحتفاظ بها. للحصول على التوكن الخاص بك يجب عليك ربط محفظتك. حاليا نحن في مرحلة التعدين، حيث يقوم جميع اللاعبين بتطوير شخصياتهم لكسب المزيد من الرموز للتوزيع المجاني. موعد التوزيع المخطط له هو من أواخر سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، يعني مثلا من 28 أو 29/9 لحد مثلا 2 أو 3/10، ده المتوقع. عدد الرموز التي ستحصل عليها سيعتمد على المجموع الكلي للعملة داخل اللعبة التي كسبتها خلال اللعبة. يعني هيشوف حضرتك جمعت كام مليار مثلا أو كام مليون في اللعبة نفسها، زائد تاني حاجة اللي هو دخلك في الساعة. بيقول لك دخلك في الساعة ده برضو في شروط الايردروب. تالت حاجة عدد الأصدقاء الذين دعوتهم إلى اللعبة، الإحالات اللي حضرتك جبتها. آخر حاجة بيقول لك قم بتوصيل محفظتك الآن وطور شخصيتك في اللعبة وادعو أصدقائك. طبعا كل اللي أنا قلته لك ده معناه إن كده التوزيع هيكون قريب إن شاء الله، والكل يستفاد وما يطلعش خسران. وبس كده يا صاحبي، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك. عايزين نوصل الفيديو ده مع بعض ال1000 لايك، واكتب لنا رأيك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناة انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية المشفرة. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.